قولي يا ست قولي. يا ترى حلقة النهاردة عن ايه؟ صحيح مفيش قلم. ولد يا كورنان يا جونيور. ايوه يا بابا. احذف يا ابني القلم من عندك. ها يا ابني احذف القلم كويس. يا بابا افرد ايدك. افرد ايدي ليه؟ هو انا كاسياس؟ الوسيم الهادي ينبوع الصفاء والوسامة، ملامح عيل صغير حتى لما وصل للأربعينات. لو قاعد في مدرسة ثانوي حكومي هتلاقي الفصل كله مشاغبين إلا هو ابن الناس اللي فيهم. لسانه ما يعرفش العيبة وما بيعرفش يشتم، صوته دايما واطي ما تسمعوش عشان متربي. الانفراد بيه جائز، كده كده امان، هيعلم عليك. هو نفسه مش عارف هو عمل كده ازاي. دايما هتلاقيه بيبدا من عنده الهجمه بجمله انا اسف مع كامل احترامي لحضرتك ممكن ابدا الهجمه من عندي، وبعد كده هيهينك. قصير في عرف حراس المرمى بس نينجا. لا 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 نينجا بجد. اشهر القابه القديس، بس مفيش القاب تاني ولا حاجه عشان راجل بركه. في ناس بتقول عليه مخاوي، جامايكا النسخه الاسباني، صفوه الحراس، جمال الصفات والملامح والاخلاق، الماتادور الكيوت، السانتا كاسياس، ايكار كاسياس فرنانديز. اسم عادي جدا مفيش اي صعوبه في النطق. بداياته مع الكوره كانت عاديه جدا ما فيهاش اي سسبنس في اي حاجه، ولا هقول لك بقى لعب على زلط ولا على طوب ولا حواري ولا حافي ولا رجله شلب الدم ولا الكلام ده كله. مواليد مايو 1981 في منطقه اسمها نافالا كروث في قشتاله اسبانيا، وده طبعا بالاسباني يعني. ابوه كان موظف في التربيه والتعليم، وده طبعا باين في اخلاقه. ومامته كانت كوافيره، وده طبعا باين في تسريحه شعره. والده كان مؤمن جدا بموهبته وهو يا دوب لسه 9 سنين، وعشان كده دخله اكاديميه نادي ريال مدريد. لا 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 اكاديميه بجد، اللي هو انضباط، اكل كويس، نظام بتساوي نتيجه مبشره. تم تصعيده بعد فتره لنادي ريال مدريد سي او لا فابريكا بالاسباني يعني، وده زيه زي ريال مدريد بالظبط بس بيلعب في الدرجه الثالثه، على اساس يجربوا فيه لعيبه من بدري وهم صغيرين. لو لعيب فيه رمق او حاجه هوب يخطفوه. سنة 1997 بيتم تصعيده للفريق الأول في ريال مدريد. بيقعد على دكة البدلاء وما بيشاركش كتير، بس اهو يحتك باللعيبة، يكتسب خبرة، حساسية مباريات. الواد ده كله هو كام سنة؟ 16 سنة. 12 سبتمبر 1999 بيلعب اول ماتش رسمي ليه ضد اتلتيكو بلباو في الدوري الاسباني. مش دي المشكله. 19 سبتمبر 1999 بيلعب ضد اولمبياكوس اليوناني في دوري ابطال اوروبا، وهي دي المشكله. عشان يبقى اصغر حارس مرمى في التاريخ يشارك في بطوله هي الاقوى والاعظم في تاريخ بطولات الانديه، وهو كام سنه؟ 18 سنه وشويه. لا بص ما تعيطش، مش عايزك كده، اجمد. رقم قياسي بيفضل صامد لحد ما اتكسر بعد 18 سنة. بس ده مش موضوعنا. نرجع لكاسياس. بيقدم موسم ملحمي مع ريال مدريد بينتهي بتتويجه سنة 2000 بدوري أبطال أوروبا، علشان يكون أصغر حارس في العالم يتوج بالبطولة دي، وهو يدوب 19 سنة و4 أيام بس. طبعا كان لسه عيل صغير، فطبيعي جدا يبقى مستواه مهزوز. وزي ما عرفنا قبل كده في أوروبا وحش مش هتلعب، هتقعد. اصل احنا مش هنصبر عليك لحد ما مستواك يرجع. طب افرض احنا صبرنا وانت ما رجعتش، نعمل ايه؟ نغرق. بيخسر مكانه الاساسي تاني للحارس سيزار سانشيز، وعشان الواد ده سالك وابيض من بره وجوه بتيجي الصدفه اللي هتغير التاريخ كله. نهائي دوري ابطال اوروبا سنه 2002 امام باير ليفركوزن بالالماني، طبعا الحارس الاساسي سانشيز بيتصاب. يا ترى بقى مين اللي بينزل مكانه؟ ايوه بالظبط ايكار كاسياس. لا 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 بهزر معاك، لا تصدقت هو ايكار كاسياس فعلا. احنا بنتكلم عن مين يعني؟ الواد بينزل، وطبعا اللي متابع كرة كويس عارف يعني ايه نهائي دوري ابطال اوروبا. ماتش حياه وموت، ما فيهوش هزار. كور من اليمين، كور من الشمال، فيرست وسكند بول، والواد ايه؟ سندال اسد واقف في مكانه. وحياة امك ما هتعدي علشان تنتهي المباراه بفوز مين؟ ايوه ايوه بالظبط ريال مدريد. معروفه يعني. الفرصه جات له مسك فيها زي الكوره، مش هيسيبها. طبعا طوال مسيرته مع نادي ريال مدريد عمال يعبي في القاب فرديه، القاب لفريقه. ثانيه واحده، منتخب اسبانيا هلعب دولي؟ يلا بينا. اول مره كاسياس بينضم للمنتخب الاول كان سنه 2000 وما شاركش، علشان يجي كاس العالم سنه 2002 والصدفه تقول له اثبت مكانك. بعد ما كان داخل البطوله حارس احتياطي للحارس الاساسي كانيزاريس، بتحصل حادثه غريبه جدا لكانيزاريس وبيعتذر عن البطوله علشان ايكار كاسياس يبقى هو الحارس الاساسي. يا ابن المحظوظه، 21 سنه وبتلعب حارس اساسي في كاس العالم؟ ده احنا قعدنا 28 سنه عقبال ما دخلناه. بتصعد اسبانيا اول مجموعتها بعد ما بتفوز في 3 ماتشات قدام باراجواي وجنوب افريقيا وسلوفينيا، عشان تلاعب جمهوريه ايرلندا في دور ال 16. ماتش مع اقرب 1-1 وهوب
هنلعب ضربات جزاء. ايه ده؟ شاب 21 سنه هو اللي واقف جون وبيصد ضربتين جزاء وبيأهل فريقه كمان وبياخد جايزه رجل المباراه. لا، حارس مرمى وبيصد؟ لا حول ولا قوه الا بالله. الجماهير والصحافه الاسبانيه بيطلقوا عليه لقب القديس باعتبار يعني انه راجل مبروك وكده. يعني في دور الثمانيه بتخرج اسبانيا قدام جمال الغندور، سوري اقصد قدام كوريا الجنوبيه، والحكم كان جمال الغندور ساعتها. يعني ماتش خلص 0-0 وكان ماتش معقرب كده وحوار داير. يعني الزبد منه ان اسبانيا خرجت من كاس العالم. نروح بقى سنه 2008، حدوته ولا في الخيال. بطوله اليورو 2008 بيتم استبعاد راؤول جونزاليس مهاجم الفريق عشان شرط الكابتن تنتقل لايكر كاسياس ويبقى هو كابتن الفريق. البطوله اللي بيتوج بيها منتخب اسبانيا وبيبقى ايكر كاسياس اول حارس مرمى يشيل كاس البطوله دي. بعدها بسنتين بالظبط بيحقق كاس العالم 2010 مع منتخب اسبانيا وبيقدم واحده من اروع المباريات على الاطلاق في مسيرته، وخاصه في التصدي الكورتين لاريان روبن سلاح هولندا الفتاك ساعتها. سنه 2012 بيقدر يحقق بطوله اليورو للمره الثانيه على التوالي مع منتخب اسبانيا كاول منتخب يحقق الانجاز ده، وهو نفسه يعمل رقم قياسي في عدد المباريات اللي خارج فيها بشباك نظيف. ايه يا نجم مالك سخنت كده ليه؟ العادي بنهدى ونتهد. ما احنا قلنا بقى قبل كده اول ما بتوصل للقمه تبدا تبص تحت عشان وانت واقع رقبتك ما تتكسرش. سنة 2015 بيريز بيقرر التخلي عن ايكر كاسياس اللي بعدها بيروح لبورتو البرتغالي، وسنة 2016 بعد شوية مشاكل كده بيقرر الاعتزال دوليا. سنة 2019 بقى وهو في التمرين مع بورتو البرتغالي فجأة بيحس بوجع في قلبه وبيكتشف ان كان عنده أزمة قلبية، وعلى أساسه بيعتزل اللعب نهائيا سنة 2020. مسيرة عبارة عن 30 سنة من تألق لافت وهدوء غير طبيعي في عز الأزمات، منهم 25 سنة مع ريال مدريد ما عملش أي حاجة غير انه لما تم الإعلان عن رحيله الحاجة الوحيدة اللي فلتت منه وما قدرش يمسكها كانت دموعه. 30 سنة كرة مع واحد من أعظم حراس المرمى في التاريخ، وده من وجهة نظري ومن وجهة نظر التاريخ برضه. 725 مباراة مع ريال مدريد منهم 264 مباراة شباك نظيفة، 156 مباراة مع بورتو منهم 58 مباراة شباك نظيفة، 5 دوري أسباني، 3 دوري أبطال أوروبا، 2 سوبر أسباني، 2 كاس ملك أسبانيا، غير الدوري البرتغالي والسوبر البرتغالي. بطولات على مستوى الفرق ما تعدش طبعا، ده غير الإنجازات الفردية اللي مش هذكر منها أي حاجة غير إنه أخذ أحسن حارس مرمى في العالم من الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء 5 مرات ورا بعض من سنة 2008 لسنة 2012. اشمعنى كاسياس؟ سؤال حلو وغير متوقع بصراحة. بص عامة يعني في قصص حراس المرمى هتسمع قصص كتير قوي واساطير، منهم مثلا عصام الحضري عندنا. حارس المرمى دايما بيبقى نص الفريق، والمقولة دي يا دوب بتديله حقه، لان الفكرة من المركز ده نفسه انتظار الغير متوقع. يعني مثلا لو هي كرة سهلة وانت كده كده هتصدها، طب انا ايه اللي يخليني اجيب حارس مرمى؟ ما اي لاعب يقف جون، انما اللي انا مستنيه منك ان الكور الصعبة بتعمل عليها المحاولة او التراي، فلما تصدها يتقال عليك حارس متألق. بس كاسياس في حدوتة حراسة المرمى قصة مختلفة تماما. يعني بمعنى أدق، هو لو في ضربة جزاء مش هيقدر يقول لك أصل أنا كنت بلاعب اللاعب اللي قدامي نفسيا، أو لما يغلط مش هيقعد يضحك أو يلطم، أو مثلا يستخدم لبانة يقعد يقعد فيها في بقه بطريقة وأنا أعمل إيه يعني وأنا هقطع نفسي. لا 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 لا، كاسياس لو غلط الكرة اللي بعدها على طول بيحاول إنه يقدر يساعد فريقه أكتر. بمعنى أدق، خط الدفاع بيبقى ثقة في الله مش هنغلط، ولو غلطنا أسد ياض مالك في إيه. في المراحل العمرية المختلفة للعيبة وهي صغيرة بيتعلموا أساسيات كرة القدم، تبص للعيب وتقول الواد ده ينفع، عنده اساس معين كده نقدر نطوره وناخد منه لعيب كرة قدم محترف. الا حراس المرمى انت مش هتقدر تعلمه اساس معين بناء عليه تقول ان ده بيقف جون كويس. حارس المرمى بمعنى ادق، يعني لو عندك عيل كده عنده فرط حركه بيتحرك بشكل غير طبيعي بس تركيزه عالي، تبدا تقول لا ده ممكن يقف جون. مش زي عندنا يشوف الواد ما بيعرفش يلعب كوره يقول له ارجع اقف جون. بعدها بقى يا اخويا انت عايز تعلمه يطلع الكوره برجله ويطلعها بصدره، دي عندك انت مش عنده هو. ايكر كاسياس كانت سرعه رد الفعل عنده غير طبيعيه، عادي الكوره تتشاط يقوم يذاكر ويعمل الواجب ويبر ابوه وامه ويعمل كوبايه شاي ويشربها ويفوق وبرضه ينط يجيبها وما يحصلش اي حاجه لشعره. تصدي قدام كوريا الجنوبيه في كاس العالم 2002 بيصنف من اعظم ردود الافعال على مر التاريخ. الواد واقف على القريبه والكره تتلعب عادي جدا، ومع ذلك لما الكره تروح للعارضه البعيده هتلاقي ايكر كاسياس بيضرب سبرنت علشان يقفل الزاويه بجسمه. مع ذلك لعيب كوريا لما بيشوط الكوره هتلاقي ايكر كاسياس برضه بيصدها. حتى في اسوأ مبارياته ضد هولندا في كاس العالم 2014 ماتش الخمسه الشهير هو برضه بيحاول صد اول كوره والدفاع برضه بيشتت غلط علشان اريان روبن برجله الشمال يرزع واحده، تبص برضه تلاقي ايكر كاسياس ناطط في الهواء وبيشيلها. اصرار وعناد مع كل محاوله ومع كل كوره، حتى لو هتدخل جون ابقى حاولت. ربنا يمسيه بالخير اللي في بالي. من قبلها باسبوع والناس عماله تقول له خلي بالك
هيشوطها في المكان الفلاني، اعمل حسابك من دلوقتي. وبرضه تلاقيه واقف بيتفرج عليها معانا. قلبي عندك يا حبيبي والله، يعني تعب نفسك وراح تتفرج على الماتش من الملعب، كتر خيرك. المركز ده مش هنستنى حد يغلط فيه، كل القرارات لازم تكون دقيقة جدا. مركز محتاج شخصية. في ضربات الجزاء مثلا حدث ولا حرج. مباراة اسبانيا وايطاليا في يورو 2008، والمنافس المرة دي مش اي حد، لا ده الاسطورة الايطالية جان لويجي بوفون. الماتش خلاص خلص، والحارس اللي هيسندل هيشيل فريقه ويعدي بيه للمرحلة اللي بعدها. دلوقتي لازم الشخصية. نص الفريق 5 كور، وكل لعيب هيبقى مسؤول عن كرة واحدة بس يجيبها جون، انما حارس المرمى هيبقى مسؤول عن ال5 كور، لازم يشيل منهم اكبر قدر ممكن علشان يكسب فريقه. كاسياس كان عنده الشخصية والثبات الانفعالي في اللحظات المهمة، دايما كان بيقدر يسند فريقه. يعني مثلا نهائي دوري ابطال اوروبا وفريقه خسران 1-0 لحد الدقيقة الأخيرة، وهو برضه مسندل معاهم علشان فريقه يتعادل ويقدر في الاكسترا تايم يكسب 4-1 ويكسبوا دوري ابطال اوروبا. عندنا مشكله بسيطه قوي في اختيار حراس المرمى والسن اللي يبداوا فيها. يعني مثلا عندنا الحارس ما بيقفش اساسي غير لما بيكون ناشئ وعنده 30 سنه كده ولا حاجه. مش بهزر على فكره، ده السن اللي الشناوي ابتدى يقف فيه اساسي مع منتخب مصر. حتى على مستوى الانديه تحس ان هم بيعملوا انترفيو بسيط كده مع حراس المرمى. ها يا حاج، متجوز ومخلف؟ برافو، شايل هم يعني. You're in. لا ده هينفعنا، هيشيل معانا حلو وبيشيل. والنبي يا اخوانا ما تستخسروا فينا حارس صغير كده، حارس اللي هو 18 سنه مش 28. ادوا له فرصه، خلوه يغلط عادي، مش هيحصل حاجه، مش احسن ما يعملها وهو كبير. جربوا، مش هتخسروا حاجه اكتر من اللي خسرتوه قبل كده. ودي كانت حلقه ايكار كاسياس من كابتن كورنر. لو عجبتك الحلقه اعمل لايك، ولو ما عجبتكش اعمل لايك واكتب كومنت هي ما عجبتكش ليه، وما تنساش تشترك في القناه. يلا نشوفكم على خير، سلام عليكم.